دعيني أسألك بعض الأسئلة عن الكرد. دائما أسمع عن الكرد، عن نضالهم، عن قمعهم، عن غياب دولتهم. من هم الكرد حقاً؟ ولماذا كل هذا الظلم عليهم؟ الكرد شعب عريق عمره آلاف السنين، ليسوا ضيوفاً على هذه الأرض، بل هم من أبنائها الأصليين. تنتشر أرضهم بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، لكنها لم تمنح لهم يوماً رغم أنهم دافعوا عنها وارتوت بدمائهم. لكن لماذا هذا الإقصاء؟ لماذا دائما يحاربون؟ لأنهم لم يخضعوا، لأنهم لم يذوبوا في المشاريع القومية أو الدينية المفروضة. دينهم الأصلي كان الزرادشتية الأزدهية، دين النور والعقل، قبل أن يفرض عليهم الإسلام بالقوة. عوقبوا لأنهم لم يكونوا مثلنا، لا بالعقيدة ولا باللغة. ولكن أليست لغتهم قريبة من العربية؟ لا، لغتهم تنتمي إلى العائلة الهندو-أوروبية كالفارسية والإنجليزية، وحين فشلوا في جعلهم يتخلون عنها منعوها وجرموا الحديث بها وحرقوا كتبها، لكنها بقيت حية تنتقل من جيل إلى جيل، لأنها ليست مجرد كلمات، إنها هوية. وهل كان الدين أيضاً سبباً في اضطهادهم؟ نعم، بل كان في كثير من الأحيان الذريعة الأقوى. اعتبروا كفاراً لأنهم لم يدخلوا الإسلام طوعاً، ففرض عليهم بالسيف، وقتل من رفض وسبي من قاوم. ثم جاء القادة العرب والإسلاميون لاحقاً ليستمروا في نفس السياسات، لكن بأساليب جديدة: التهميش، الإقصاء، التهجير، والمسح الثقافي. لماذا لا يعرف الناس كل هذا؟ لماذا لم ينصفهم التاريخ؟ لأن التاريخ كتب بأقلام المنتصرين، والكرد رغم شجاعتهم لم يمنحوا يوماً فرصة للكتابة، لكنهم لم يصمتوا، ناضلوا، قاوموا، غنوا، وخلدوا وجودهم في الجبال وفي الذاكرة، لأنهم ببساطة لا يموتون.